تفضل. قصيدة بعنوان للموت سكرات. يلا لعل الله ينفع بها سبحانه وتعالى. يلا نستمع. أقول فيها: يقول بو حمدي من البارح وعيني ساهرة، الناس نامت كلها حولي وانا طرفي سهير، والله مخشى الفقر أو فكر بحاجة آخرة، ذكرت شيء ما فيش منه حذر والرحلة قصير، ذكرت وقت الموت لما بتصل القرقرة، الموت للسكرات، والله أن للموت سكير، فجأة برد جسمي وجاء الموت نفسي محضره، والأهل والأطفال تنظرني لهم قلبا كسير، واحد يرزم لي واحد بالماء بقدنها قطره، ولا معيه علم من رزم ومن غطر قطير، لا شك موقف حزن ما في واحد إلا أثره، كل دموعه جارية والقلب يتوقد بكير، هل بيوفقني إلهي بالختام أتذكره واشهد بأن الله واحد والنبي العبد النذير، الأعمال بالتوفيق لا قوة ولا هي قبيرة ولا معيه علم، بغادر إلى أي المصير، فاضت لبارئها وجابوا للجسد دي طهرة تطهير فوق اللوح أو تطهير من فوق السرير، والناس بالأخبار كل ما حد لقي حد خبره، كمن أبو حمدي رجل شاعر وجمهوره قفير، ثم أخرجوني الناس من بيتي طريق المقبرة، نادوا على حمدي يلحدني ونامية أسير، وهالوا علي بالطين حد بيده وحد بالخنزرة، وانا تسمعهم لهم ضجة وفي هدرة هدير، ثم أتتني اثنين لا قبري سريع مباشرة، ملائكة الأموات حد منكر وحد يدعى نكير، خايف نهار اسأل وانا وحدي بظلمه مقدرة، يا رب ثبت قلب أبو حمدي يقع رده يسير، من بعد دفني صارت الناس اللي به حاضرة ما غير حمدي، قس عند القبر مش راضي يسير، يتذكر الأيام والتقصور دي بيقصرها، مسامحك يا فلذك بادي ويا عين البصير، عليك تقوى الله يمكن نلتقي في الآخرة، والله الله في صلاتك واشهد الفرض البكير، واحفظ كتاب الله دي رب السماء قد يسره، وحفظ أخوانك من الآيات والذكر المنير، ولا تناسوني بدعواكم لمية مصدره، ترقب الفرصات بالجمعة وبالثلث الأخير، حمدي رجع للبيت دمعه زي ما مزن مطره، لما نظر خوته وخذ في حضنها الطفل الصغير، وخالته وامه تقبل في يمينه ويسره، كمنها الازواج سبحانه بتتاثر كثير، كمنها الازواج سبحانه بتتاثر كثير، لفوا شميزاتي وقد شلوا المعاوز العشره، والفرش قد شلوه درقد فيه من فوق السرير، خليفتي الرحمن في اطفالي واهلي والمراه، ونسال الرحمن يجي معنا بجنات خضير، وابقى وسط برزخ الى ميقات ربي يقدره، بيوم ما ينفخ تقوم الناس للعرض العسير، الشمس تخسف والقمر اما الكواكب منثره، حتى الجبال الراسيه في ساعه الساعه تسير، يا ويل آل الشرك واصحاب النفوس الفاجره دي، كذبوا بالبعث والساعه وباليوم الاخير، لا قامت الاشهاد ما كافر تفيده معذره، ولا ياخذ جزيه ولا يقبل ندم ولا حسير، يا سعدكم يا اهل الوجوه الضاحك المستبشره، وقبح الاوجاه دي ترهق يقع فيها قتير، يا رب تجعل وجه ابو حمدي عيونها ناظره مع عبادك دي تكرمهم بساعات النظير، وانت حسبي ان يقع وجهي مع اهل الباسره اشرار خلق الله دي يصليهم النار السعير، اشرار خلق الله دي يصليهم النار السعير، يا سعدكم يا الوجوه الضاحك المستبشره، وقبح الاوجاه دي ترهق يقع فيها قتير يسير، وشوف سيدنا علي سلم بيده وصغره في ساعة اللقيا، يكاد القلب بالفرحة يطير، لكن خايف لا يجيني عكس ما أتصوره، يا كم ليالي عصيت فيها الله وعيانه بصير، كم فاتني معروف لأمر به ولنهي منكره، وكم ظلمت الناس رغم الظلم هو ظلمه قدير، وكم صلاة الفجر فاتتني وفرض تأخره، وكم عصيت الأم والمرحوم عاكستك كثير، لذنبك هالجبال يا لله لما اتذكره لراهين، بس عند الله سبحانك كبير، الواحد القهار سبحانه فلا أحد يقهره، انت القني ناداك ابو حمدي وهو العبد الفقير، لما غفرت الذنب من غيرك الهي يغفره، من كنت ضده لا معه قوه ولا احد له نصير، الله لا الله لو ما غفرت الذنب من غيرك الهي يغفره، من كنت ضده لا معه قوه ولا احد له نصير، من كنت ضده لا معه قوه ولا احد له نصير، الله لا يغفر لذي يشرك عليه الدايره، ودون ذلك رحمته واسع لذي يشتي يجير، ما تقنط الا من محبتها الظلم والكافره، احسنت ظني فيك يا واحد بنياتي خبير، لا تاب عليه العبد وتندم وبيستغفره، قد اسمه التواب والرحمن بعباده بصير، صلوا على طه محمد دي الهه قدره ورسله رحمه، يبشرنا وينذرنا نذير، صلوات الله عليه وعلى اله وسلم. العفو من زعجتكم بعد. لا والله هذا الواقع.